لا، هذا مش قرار تاع رئيس نادي، هذا قرار تاع نادي، تاع مؤسسة كاملة، ماشي قرار تاعنا. احنا طالبنا بإخبارنا بمكان المقابلة في الإديلي. هذا مكان يقولوا لنا تلعبوا في تيزي وزو، نلعبوا في تيزي وزو. يقولوا لنا تلعبوا في الكوزينة تاع محمد شريف حناشي، نلعبوا حتى عنده في الدار تاعو، ما عندناش مشكل. احنا المشكل تاعنا انه يجينا مراسله رسميه على اساسها نمشيو. موش احنا ما عندنا حتى خبر في السيت تاع لا ليغ، ما كان حتى ديزينياسيون تاع ستاد. بالتليفون والله في لي جورنو يقولوا تلعبوا في تيزي وزو، من بعد نروحوا احنا لتيزي وزو يقولوا لك لا شكون قال لك؟ ما جاتك عندك فاكس ولا عندك ايميل؟ درك هنا طالبنا باش يراسلونا رسميا قبل في الإديلي قبل 48 ساعه مكان اجراء المقابله. ما يستناوش حتى النهار الجمعيه العامه تاع الفاف بالخميس ويقولوا انه غدوه تروحوا تلعبوا في تيزي وزو. دونك لنا ما كانش احترام للقوانين، ما كانش احترام للديلي، ما كانش احترام لفريق مولوديه العلمه ولا للمؤسسه هذه. نظن احنا نطالبوا يعاملونا كالفرق الاخرين. في يد الرابطه عديد من الحلول، يحبوا ياجلوا المقابله للسبت ويستناو لاسومبلي جينيرال اوردينار تاع لافاف واش تقرر. احنا قابلين، يحبوا يخليوا المقابله بالجمعه، لازم يعلمونا في الإديلي 48 ساعه مكان اجراء المقابله. هذا واش نطالبوا. ونظن احنا رانا هذا حق، ما رانا نديروا في الشونطاج، ما رانا نقولوا على الرابطه ولا ممكن نتكلموا عليها. علاقتنا بهم اكثر من جيده واكثر من حسنه بهم ولا بالاخوه تاع شباب القبائل. فقط هذا فريق مولوديه العلمه راهو فريق محترم وتاع القسم الاول، راهم عنده قاعده جماهيريه. نطالبوا باش يحترموه كما راهم يحترموا الفرق الاخرين. مو شباب القبائل هذا فريق جزائري وحنا جينا من مالي ولا. طبعا احنا اليوم الفريق وصل على الوحده من في رحله شاقه من باهير دار لاديس ابابا 500 كيلومتر، بعدها لدبي، ومن دبي للجزائر العاصمه. والفريق ما على بالوش هو راه يلعب المقابله تاع نهار الجمعه. درك حنا كمسؤولين هذا الفريق نخليو الفريق تاعنا في الجزائر العاصمه باش المفروض يلعب في بولوغين ولا في الفاوت، ولا نديوه لتيزي وزو باش يلعب في تيزي وزو، ولا نجيبوه للعلمه اليوم 3 ولا 4 ونهار الخميس نعاودو نوليو. درك لهنا اي مسؤول في بلاصتينا يحط روحه في مكاننا ويتصرف في هذه الوضعيه. شكرا.